سبحان الله، القدر بيتدخل اوقات معينه، يعني بيعمل حاجات انت ما تتوقعهاش وما تتخيلهاش. يعني مثلا اسلام عيسى، ناس كتير كانت ممكن تختلف ان هو وجوده في منتخب مصر قبل كاس العالم ليه ومش ليه. حسام حسن اداله الثقه وبقى يلعبه اساسي، جاب جون في السعوديه ونزل ماتش اساسي في ماتش اسبانيا، لعب، اتصاب، ما بقاش موجود مع المنتخب، جات له اصابه رباط صليبي، ربنا يشفيه ويعافيه ويرجعه بالسلامه يا رب. كان زمانه موجود في كاس العالم، لكن القدر وربنا ما بقاش موجود. ايه؟ عشان يجي لعيب زي زيكو، لعيب مجتهد، بيظهر وبيروح كاس العالم وبيجيب جون وبيعمل اسيست وبيشتغل بشكل جيد جدا مع منتخب مصر ويفاجئ الجميع. ناس كتير ممكن تختلف على مستوى زيكو قبل البطوله واثناء البطوله كمان، لكن الراجل في منتخب مصر موجود وبيلعب وبيدي مردود وجاب جون وعمل اسيست، مش في الدوري، مش في الكاس، مش في دوري الابطال افريقيا، مش في الكونفدراليه، في كاس العالم، اهم بطوله في تاريخ الكوره، واسمه هيتكتب بحروف من نور. لعيب مجتهد، لعيب اجتهد، اهله بيدعوا له، هو اجتهد، اشتغل على نفسه، بقى موجود في كاس العالم، كسب ثقه مديره الفني حسام حسن وبقى موجود في كاس العالم. عشان كده يا صديقي، ما تيأسش، اشتغل، اتعب، احلم، اجتهد، وربنا اسعى. هتسعى ربنا هيكرمك. السعي مهم جدا، السعي، اشتغل، عافر، ما تيأسش. لو يأست خلاص ممكن تعمل حاجه وتيأس بعد فتره تظبط معاك وتبقى تمام وزي الفل. وزي ما قلت لك حكايه زيكو واسلام عيسى، سبحان الله، اسلام عيسى اجتهد وراح المنتخب، اتصاب، قعد، ربنا يشفيه. زيكو لعب مكانه، ما كانش هيبقى موجود زيكو في كاس العالم، لعب مكانه وظهر وراح كاس العالم، جاب جون وعمل اسيست، ولسه المسيره مكمله في كاس العالم حتى الان. محدش هيأس يا جماعه، ثق في ربنا سبحانه وتعالى.